قعد يسعى سنه بحالها انه يمشيني من النادي ونجح. ظلم طبعا. طب انت ايه اللي خلاك ترجع تاني مصر؟ والله انا النجاح اللي حققته هناك قلت لما هرجع اه. محترف يعني. غرة. يا ده اللاعب المحترف المصري غرور رجع. يعني. لا بالعكس، انا رجعت لان انا عندي يعني ما يطلق عليه الهوم سيكنس. اهلي حنين. واصحابي وبلدي بيوحشوني، يعني ما قدرتش اقعد اكتر من كده، مع اني هم قالوا لي امشي بالعكس، مم. لكن انا قلت خلاص كفايه كده، انا اروح اقول لبلدي واقول لاهلي انا نجحت، انا يا جماعه انا ناجح. لما رجعت نادي المقاولين تاني الموضوع جه بالعكس، زي ما دلوقتي انا بشوف في التمثيل في بعض الغيره. المدرب كان يعني متضايق، ما كانش مبسوط ان انا رحت وجايب الجرايد والمجلات اللي كتبت عني، فابتدى يبقى في اضطهاد، ياه. وابتدى يضايقني لدرجه ان حصل بينا مشاكل. قعد يسعى سنه بحالها انه يمشيني من النادي ونجح. وده يعني وصل لك شعور ايه؟ ظلم طبعا، ضيع كل مجهودي وضيع كل تعبي وضيع كل وقعد تضيع طموحاتي. كل حلمك طبعا في الكورة. طبعا هي المشكله حاجه ان انا كنت معروف على مستوى الانديه، ما فيهم الاهلي والزمالك طبعا. وكان وانا بلعب في المقاولين قبل ما اسافر النمسا، كان في النادي الاهلي كابتن انور سلامه كان يقول لي تعالى الاهلي، الاهلي هو المستقبل. رحت للكابتن انور سلامه فقال لي الموضوع مش هينفع، لان الاداره جاي لها تقرير من نادي المقاولين من الكابتن بتاعك ان انت، يعني هو قال حاجات كتير بقى، حرامي وبيشرب مخدرات وبيضرب عيال اصحابه وبيضرب زمايله غير ملتزم وحاجات كده.